السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا فرحانين ومهنيين وانتم تشوفوا في الفيديو. اللي راكم تشوفوا في الفيديو ما تنساوش تخلوا لي لايك للفيديو وكومنتير شباب كيما نتوما، وتبارطاجوا الفيديو مع صحاباتكم وحباباتكم باش تشجعوني وباش ندير لكم فيديوهات ساهلين ونفكركم بوصفات ساهلين هكا باه ديروهم في رمضان ولا في الايام العاديه ولا في السهرات كيما تبغوا. المهم حبيباتي ننتقلوا الوصفه تاع اليوم بقلاوات الشوكولاته تجي روعه. اللي جربتها من قبل ولا اللي مازال ما جربتهاش اعتمدي هذه الطريقه، بزاف سهله وتجي بزاف بنينه. تحكمي المكسرات تاوعك اللي كانوا عندك، اللوز ولا كاوكاو، ولا تخلطيهم مع بعض. انا درت الكاوكاو وكانت عندي شويه تاع لوز، خلطتها مع الكاوكاو واستعملتها. كما راكم تشوفوا الكاوكاو تاعي واللوز حمصتهم على نار قليله قليله خلاه بيكتسبوا هذاك اللون الذهبي. ومن بعد ضفت لهم الشوكولاته الطلي حوالي 3 ملاعق كبار. وانتوما على حساب الكميه تاع الكاوكاو اللي درتوها ديروا الشوكولاته الطلي تاعكم حتى تلم لكم هذاك الكاوكاو يتلم كامل ويولي لكم حشو هكا ماهوش قاصح بزاف ومش يطالق روحو بزاف. المهم حبيبتي هنايا لاباتا فيلو اللي استعملتها هي هذه، اول مره نستخدمها تاع الاميره. هذه اللي استعملتها من قبل تعرفها باللي تجي بزاف شابه، واللي مازال ما استعملتهاش نقول لك ما تخافيش منها، تجي هايله. بورتون شوفوا هنايا كانت لاباط قديمه وشويه قاعده في فريجيدار. انا كي شريتها كنت حسبتها جديده، ما قريتش لا دات ديكسبيراسيون تاعها، شريتها ديريكت حتى جبتها للدار شفتها باللي راهي شويه قديمه. مهم انا استعملتها ولكن جات مليحه نورمال عادي كيما جديده عادي. هنايا استخدمت كما راكم تشوفوا نجبد بزوج ورقات، والكميه الاخرى نرجعها في الساشي تاعها نغطيها مليح باه ما تيبسش. كما راكم تشوفوا هذه الطريقه سهله ما فيهاش بزاف مقادير، اكيد راح تعجبكم لعشاق الشوكولاته. واللي مازال ما جربتهاش نقول لك روحي جربيها، رايحه تعجبك اكيد. المهم نحكم الورقه الاولى، ندلها المارغرين ذايبه، نفوت لها كامل المارغرين ذايبه وبارده ما ديروهاش سخونه. ومن بعد درت الورقه الثانيه تاع لاباتا فيلو هذيك، وكذلك نحكم المارغرين ونطليها من الفوق كامل، هذاك الوجه كامل نعمرو بالمارغرين ولكن ما تكثروش، ديروا هكا مسحه خفيفه من الفوق. وبعد ما نكمل كامل نحكم الحشو تاعي ونبدا ندير فيه في الجانب العريض تاع لاباتا فيلو. كما راكم تشوفوا هذه هي الطريقه بزاف سهله، اسهل من هكا مكاش. قولوا لي اي وصفه سهله كما هذه نقول لكم مكاش. هذه هي الوصفه الوحيده اللي جربتها وما داتليش بزاف الوقت وثاني تجي بنينه. المهم هنايا تطووا هذاك لاباتا فيلو كامل بهذا الشكل، تكمشوها وتحطوها في السنيوه تاعكم. وهنا يا حبيباتي راح نكمل لاباتا فيلو تاعي كامل بنفس الطريقه، زوج ورقات ندهنهم ونعمر الحشو نروليه نكمشو ونحطه في السنيوه تاعي. وفي نفس الوقت كنت شعلت الفرن على درجه حراره 180 درجه، سخنته مليح. ومن بعد كي دخلت السنيوه تاعي للفرن نقصت له كاع هكاك وشويه انحرقت لي في الوسط. الفرن اللي عندي زايد في الوسط اكثر من الجوانب، ولكن جات ما شاء الله جات اكتسبت هذاك اللون الذهبي وما انحرقت ليش كامل الحمد لله. حكمت الحسيله تاعي سخنتها غير شويه قد ما طلقت روحها. انا درت الحسل الثقيل ما درتش الخفيف، سخنته غير شويه قد ما يطلق روحه في فوق النار. ومن بعد شربت كامل هذيك البقلاوه تاعي، ومن بعد خليتها حتى تشربت مليح هذاك الحسيله. زينتها من الفوق بخطوط شوكولاته بهذه الطريقه، طريقه سهله وبسيطه وما فيها والو. المهم حبيباتي هنايا رشيتها بشويه تاع كاوكاو مطحون من الفوق، ولا تقدروا تزينوها باي حاجه كانت متوفره عندكم في الدار. وهنا يا حبيبتي خليتها حتى تشربت كامل مليح هذيك الحسيله، وحطيتها في الطبسي باش نوريكم كيفاه جات دايره وكيفاه جات مقرمشه وهايله. البنه ما نحكي لكمش، لعشاق الشوكولاته جربوها بهذه الطريقه وردوا لي خبر.
راح نقسم لكم حابه تشوفوها من الداخل. ونقول لكم ثاني حبيباتي ما تنساوش تدعموني بلايك للفيديو وتخلوا لي كومنتير شباب كيما نتوما كي لحقتوا لهنايا معناتها عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه السهله تاع اليوم. ما تنساوش حبيباتي تبارطاجوا الفيديو كذلك مع صحباتكم وحباباتكم وجيرانكم. دمتم في رعايه الله وحفظه.